قلب الحضارة ومن أرض كل حكاية ابتدت. معاكم آية سليم، وده برنامج الحكاية مع آية، رحلة جديدة بنعيشها في موسم تاني مليان أسرار وحكايات من جوه الزمن. السر على ضفاف الأهرامات. بين الأهرامات على ضفاف الزمن بيتبني السر اللي هيغير نظرتنا للتاريخ. مش متحف وبس، ده حلم بيتكلم بلغة الحضارة، بيحكي قصة بلد عمرها آلاف السنين. المصري كان بيبني كأنه بيحفر اسمه في الخلود. المتحف المصري الكبير حلم مصر اللي أخيراً هيبقى حقيقة. أضخم متحف حضارة واحدة في العالم على مساحة 500,000 متر مربع، وتكلفته تخطت $1,000,000,000. أكبر رسالة من الماضي للحاضر. سنة 2002 اتولد الحلم. مصر قررت تعمل متحف بيضم كل التاريخ في مكان واحد، من أول الملك مينا اللي وحد القطرين لحد آخر سطر في الحضارة الفرعونية. عشرات السنين من التخطيط، آلاف الأيدي اشتغلت، حجر ورا حجر بيتبني مجد جديد على أرض الجيزة. كنوز المتحف المصري الكبير. بس قبل ما نحكي باقي القصة لازم أقول لكم على حاجة محدش يقدر يعديها كده بسهولة. في قلب المتحف المصري الكبير في كنوز العالم كله بيتجمع ليها في مكان واحد. قطع لو اتكلمت كانت هتحكي تاريخ الحضارة من أول سطر. قناع توت عنخ آمون الذهبي، قناع من ذهب خالص، وش بيشوفك كده كأنه لسه صاحي من آلاف السنين. رمز الخلود اللي خلى العالم كله يقع في حب التاريخ المصري. عندك عرش توت عنخ آمون، عرش بيظهر الملكة مع الملكة أنخس نآمون في مشهد حميمي، ودي أول لقطة رومانسية في التاريخ. العربات الملكية، العربات اللي كانت بتمشي بيها الملوك النهاردة واقفة كأنها مستنية موكب جديد يمر من قدامها. مركب الشمس الخوفو، المركب اللي حمل روح الملك خوفو للخلود، اتفككت قطعة قطعة واتجمعت تاني بحرفية هندسية مبهرة. أول ما تدخل كده بيستقبلك رمسيس الثاني، تمثال وزنه أكتر من 80 طن، واقف كأنه بيقولك أنا هنا من 3000 سنة ولسه صامد. نيجي بقى لمجوهرات الملكة توت، خواتم، قلادات وأساور، كل قطعة فيها رمز وكل لون ليه معنى وكل حجر ليه روح. كاس اللوتس أو كأس اللوتس، كأس منحوت من الباستر على شكل زهرة اللوتس، كانوا بيسموه كأس الأماني، بيرمز للحياة الأبدية. نيجي بقى لقطع الملكة حتب، أم الملك خوفو، أول ملكة عظيمة في التاريخ. كنوزها بتقولك إن الست المصرية كانت دايماً في مكانة الملوك. مجموعة يويا وتويا، والدي الملكة تي، أجداد إخناتون اللي غيروا شكل العقيدة في مصر القديمة، وتحفهم من أدق ما صنع. بس كده؟ لأ، لسه ما خلصناش. فاصل وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في قصة بناء المتحف المصري الكبير. فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير كانت سنة 2002 بهدف إنه يكون أكبر متحف للآثار في العالم. المتحف مضيء ليلاً بالكامل على مساحة 500,000 متر مربع، منها 100,000 متر للعرض فقط. تكلفته تخطت $1,000,000,000 بمشاركة دول وشركات عالمية في التصميم والتنفيذ. المتحف بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية من عصور مختلفة من تاريخ مصر القديمة. المتحف معمول بنفس حضارة، واجهته حجر شفاف بيخلي الضوء يدخل كأنه من قلب الزمن، وكل زاوية فيه متوجهة ناحية الهرم الأكبر علشان تقول الحاضر لسه بيبص على الماضي بعين فخر. نيجي بقى للسلم العظيم. جوه المتحف في درج عظيم، مش درج عادي، ده طريق للزمن طوله مئات الأمتار، وعلى جانبيه 87 تمثال ضخم من أعظم ملوك مصر القديمة. كل خطوة بتاخدك لعصر جديد، لوشوش كانت بتحكم العالم. لكن السر الحقيقي بقى بيبدأ وراك في قاعة اسمها قاعة الملك الذهبي. أكتر من 5000 قطعة من مقبرة توت عنخ آمون، كلهم لأول مرة في مكان واحد. نيجي بقى للقناع الذهبي اللي بيحسدنا عليه العالم. العرش، العربات، العصا المقدسة، كل حاجة بيها ريحة الملوك والدقة اللي بتحكي عن عبقرية المصري القديم. بس المتحف مش أثاره بس، جواه معامل ترميم من أكبر المعامل في الشرق الأوسط، مكتبة رقمية ومتحف للأطفال، وعروض تفاعلية بتخليك تشوف التاريخ بيحصل قدامك.
ده مش بس عرض للحضارة، دي تجربة كاملة بتجمع الماضي والمستقبل في مشهد واحد. ليه مصر عملت ده كله؟ علشان تقول للعالم أنا الحضارة اللي بدأت من هنا ولسه مستمرة. كل تمثال وكل جدار، كل فكرة في المتحف بتقول إن المصري القديم ما ماتش، هو بس غير الشكل وكمل. في كل زاوية من المتحف قطعة بتحكي قصة، وصوت التاريخ بينادي من آلاف السنين. هنا كانت البداية، وهنا بيتكتب المستقبل من جديد. وكانت الحكاية عن مصر لما تحب تحكي الدنيا كلها بتسمع. سلام.